بسم الله. نعمل النهارده سمك بصلصه. الاول هنحمر السمك في الزيت كده تشويحه بسيطه خالص. حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل انا عندي السمك هنا إبراهيم في متبلاه، العالمين إنك حميد بنفض كده مجيد. عشان اللهم صل وسلم عليه في كل وقت نجهز السمك مع بعض وحين. كده ونرجع تاني. مش عايزه السمك يتحمر قوي، يعني ايه، عشان لسه هيتحط في الصلصه ويستوي في الصلصه ان شاء الله. انا كملت هنا الكميه هنا بالدقيق وهحمرها ونرجع تاني ان شاء الله. عليه افضل الصلاه والسلام. ما افضل الصلاه على رسول الله. تمنح في البيت بركه وسعاده، تجلب لكم الخير في البيت. صلاه على الرسول دايما، يعني شغلوها دايما جنبكم، بحيث ان انتوا تذكروا ربنا كتير وتصلوا على الرسول كتير. انا بس يعني ايه بصفره بس حاجه بسيطه، وعشان لسه هيتحط بقى بالصلصه بالبصل يبقى طعمه خطير ما شاء الله. وانا كده انا عايزاه كده، يعني مش كده دوب بس يصفر بس بطلعه، ما بقعدوش في الزيت كتير عشان ايه لما يتحط في الصلصه ما يطرش. نعلي كده عشان الصلصه تغلي غلوتين كده، وبعدين نهدي بقى كده و نزود لها شويه ميه، وفي الاخر خلاص هنحط السمك، بس هنسيبها بطبط اهي. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هسيبها تستوي وبعدين نرجع نشوفها ان شاء الله. شايفين الرصاصه، شايفين كمان مش واضحه قوي. لازم امسك حته الخل، احط شويه خل كده حلوين. حطيت السمك في صلصه، نسيت اصوره يعني احط السمك في الصلصه. علي النار بقى وبس، يعني غلوه بس بسيطه، وادخله الفرن بقى ياخد وش حلو ان شاء الله. انا كده حطيت السمك في الصلصه، نسيت اصور بس وانا بحط السمك في الصلصه. دخلنا الصينيه اهوت في الفرن على اعلى درجه تغلي، تاخد لها غلوتين كده، وبعد كده نشغل الشوايه من فوق تاخد وش الحلو. جمال الصينيه في الفرن ان شاء الله. اتفرج على جمال الصينيه الحلوه دي ما شاء الله، جميله لسه حتى بتبقبق اهي، سخنه جدا ان شاء الله. بألف هنا وصحه اللي ياكلها ان شاء الله. ما شاء الله ده السمك بتاعنا، ده الصوص بتاعنا بقى ما شاء الله. طبعا حاطاه في طبق كده عشان الاولاد يعرفوا ياكلوا ان شاء الله. وانا بحب الصوص كده جنب السمكه، ومعاه الرز الابيض المفلفل ما شاء الله. وده غدانا النهارده.